يلا بينا النهاردة هنعمل قمر الدين. هنقدمه بطريقة مختلفة شوية ونغير في التقديم بتاعه، وكمان هنعمل فيه تركاية جديدة كده. الوصفة دي اعملي لها سيف لان اكيد عندك قمر الدين من رمضان. يلا هنحضرها سوا. انا اسمي رنا، ولو عجبك الفيديو لايك وشير واشتركي في القناة. طعمها لذيذ جدا وبجد مختلفة عن العادي. يلا بينا. انا جبت كده لفة قمر الدين وحطيتها في التلاجة ليلة كاملة مع شوية من المية و3 معالق كبار من السكر. بعدين جبت قمر الدين ضربته في الخلاط لغاية ما بقى قوام عندي سايل كده في ووك على نار عالية، وهنزل عليه بربع كوباية من المية فيهم 4 معالق كبار من النشا. تقليب مستمر لغاية ما قوام قمر الدين يتقل معاكي بالشكل ده. بعدين جبت الكاسات او الاطباق اللي انا هقدم فيها وكسرت فيها بسكوت ساده، اي نوع بسكوت ساده بتستخدميه بالشكل ده، ونزلت عليه بقمر الدين. هنسيبه في التلاجة بقى ساعتين 3 ساعات زي ما انت عايزه لغايه ما القوام يتقل. طبعا كده كده النشا هتقله. وقدمته مع ايس كريم فانيليا وشويه من المكسرات المتاحه عندك. وصفه النهارده خلصت. بالهنا والشفا مقدما. باي باي.